السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بشكر كل اخواتي ومتابعيني واصحابي. بشكركم قوي اللي انتوا وصلتوني لكده. وصلتوني ل 2000 مشترك. انا صحيت النهارده على خبر حلو والله. ما بنزلش فيديوهات بقالي كام يوم، معلش كده الظروف اللي عندي. وعندي بقى شهادة إعدادية. بصراحة مركزة معاه شوية، عشان أنا لو سبته لعبي مش هيذاكر، مش هيتبه لحاله. بشكر كل اللي بيكتب لي كومنت حلو، وكل اللي بيساعدني في القناة. ما تحرمش منكم يا رب. وبشكر اخواتي وصحابي وفانزاتي وكل متابعيني ومشاهداتي. ما تحرمش منكم يا رب، ولا من كومنتاتكم الجميلة. وانا النهارده حبيت اطلع لكم كده في فيديو بسيط، عشان ايه القناة ايه مشاهداتها ما تقعش، والرينج بتاعها كده ايه يقع. بشكركم قوي، وما تنسونيش بقى بكومنت حلو كده زيكم، ولايك كتير عشان اللايكات برضو بترفع الفيديو. وربنا يخليكم. الحمد لله على كل حال. وان شاء الله هنعمل روتين مع بعض، وهنشتغل ان شاء الله تاني مع بعض. وان شاء الله هتبقى الدنيا تعدي وتبقى بسيطة. بس انا ايه كنت مركزة اليومين اللي جايين دول مع الواد ادهم. ادعوا له كده ربنا يوفقه في الايام اللي جايه. وعندي برضو ثالثه ثانوي، يعني الدنيا ايه متلخبطه معانا شويه. الحمد لله على كل حال. وان شاء الله هنطلع مره واثنين وثلاثه، بس ايه الواحد يظبط اموره. طبعا الولاد اهم شيء، والمسؤوليه برضو بتاع بيتنا اهم شيء زي ما انتم عارفين. يعني برضو الام هي مسؤوليه كل حاجه في البيت، وهي فعلا الام بتبقى عمود البيت للولاد. ولو سبتهم الدنيا، وانتوا عارفين الصبيان عايزه يعني اجازه مفتوحه، عايزه الدنيا مفتوحه معاهم، عايزين نادي، عايزين كوره، عايزين عاملين لي الشقه نادي. نزلوا الكوره امبارح، بيقولوا لي نلعب يا ماما، ادينا يوم الجمعه اجازه. يا نهاري، بقيت اصوت والطم، خلوني في استيريا. اهو مروان قاعد بيتفرج عليا، اللي رايح اولى ثانوي قاعد بص والله العظيم قاعد بالتليفون، واللي قاعد لا ماسك لي الكفر عايز يلعب. يعني انا ما اقدرش اسيبهم. ربنا يهديهم، ربنا يصلح حالهم، ربنا يوفقهم في ايامهم اللي جايه يا رب. وهي مسؤوليه كل ام، ربنا يعين كل ام على اللي هي فيه، وربنا يعين كل اب شقيان على عياله وام شقيان على عيالها. ما تنسونيش بقى باشتراكات كتيرة جميلة بتاعتكم دي ولايكات، ما تحرمش منكم يا رب. وشكرا لكل حد ساعدني في القناة. بشكرك يا صبوحة على المنتدى اللي انت عملتولي امبارح. تسلمي لي يا قلبي، ما تحرمش منك يا رب. وبصراحة قدها وقدود صبوحة خلاص. وعايزين نقول دعوة حلوة كده لأم جنى، ربنا يخرج لها ابنها على خير، ويتمم فرحتها على خير، ويتمم نفسها ان شاء الله على خير، وتقوم لولادها بالسلامة. ربنا يخليهم لها وتفرح بيهم كده، وربنا يفرحك بيهم يا ام جنى، عشان انت بصراحة ست تستاهلي كل خير. وبصراحة فرحانة لك وبعزك قوي، وبحب اتفرج عليك قوي. انت من الانسانة الجميلة والمحترمة خلاص. او ما تنسونيش بقى دعوة حلوة كده من قلوبكم لولادي، ربنا يهديهم ويصلح حالهم وولادنا جميعا يا رب. وانا بقى النهارده طلعت لكم كده بنفسي، عشان ايه قلت بقى ايه فيديو بسيط كده، عشان القناه ما تقعش مننا. والحمد لله على كل حال. وان شاء الله نطلع بمحتوى روتين، ونشوف نعمل ايه مع بعض، واللي جاي احسن خلاص. زي ما انتم شايفين كده النهارده ايه انا طالعه معاكم فيديو بسيط. الحمد لله على كل حال. وربنا يجيب اللي جاي احسن واللي جاي خير ان شاء الله باذن الله. خلاص. والدعوه بقى احنا عندي ثالثه ثانوي، ادعوا له ربنا يوفقه في حياته اللي جايه هو وكل اللي زيه يا رب. ربنا يكبر بخاطرهم ويوفقهم. وعندي ثالثه اعدادي، ربنا يهديه ويصلح حاله. والله لو كنتش هاخد معاه وراجع له واذاكر له الدنيا تضيع بيه. هي الصبيان متعبه شويه، ربنا يهديهم. وهي الام للصبيان، ربنا يقويها. بص هم صاحيين اكنهم في اجازه مفتوحه والله، وعندهم دروس الصبح، اللي عنده دروس الساعه 8 واللي عنده دروس الساعه 7.
الحمد لله على كل حال. بشكركم قوي قوي، ما تحرمش منكم، وما تنسونيش بقى ترفعوا لي بالاشتراكات ولايكات، وترفعوا لي الفيديو مشاهدات كده مع بعضينا. وتصبحوا على خير ومع السلامة.